السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله وصفتنا هتكون وصفة سهلة جدا واقتصادية غير مكلفة بالمرة، وكمان ما بتاخدش وقت مننا خالص، وممكن تكون مكوناتها موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف وصفتنا النهاردة هتكون ايه. معايا بصلة كبيرة مفرومة في الكبة أو متقطعة قطع صغيرة، هحط عليها فلفل أسود وملح وجوز الطيب، وهدعكهم كده لغاية البصلة ما تطلع السوائل اللي فيها. معايا كبد وقوانص فصلتهم عن بعض، خليت الكبد والقلوب مع بعض والقوانص لوحدها. خدت الكبد وحطيتها على البصلة وهقلبها كده كويس، بس قبل ما احط الكبد والقلوب على البصلة خدت منها شوية وحطيتهم على القوانص، يعني البصلة بالتوابل خدت منها جزء على القوانص وجزء على الكبد والقلوب مع بعض وتبلتهم كويس الاتنين. معايا هنا المكونات: 4 من البطاطس، 2 من البصل، 2 فلفل رومي صغير، واحدة حمرا وواحدة سبايسي، وكمان توم حوالي من 4 ل5 فصوص توم، لو كبير لو صغير كده خدت مجموعة منه. هجيب بقى البطاطس اقطعها مكعبات بالشكل ده، مكعبات صغيرة، وكمان الفلفل هنقطع كمان البصل مكعبات كبيرة شوية، والثوم هفرمه بالسكينة. وكده كل المكونات أصبحت جاهزة عندي. يلا بينا بقى نبدأ في الوصفة. هجيب بوق كده عميق وهحط فيه 2-3 زيت وقطعة سمنة، قطعة سمنة صغيرة قد معلقة صغيرة. هحط الكبد بالبصلة بالتوابل اللي عليها، بس هسيب الزيت بالسمنة يسخنوا شوية. ممكن بدل السمنة لو ما عندكيش سمنة تقدري تستخدمي زبدة، قطعة زبدة مع الزيت، وهسيبهم يسخنوا جدا. وبعد كده هحط عليهم الكبد لغاية ما السوائل بتاعتهم تنزل وتنشف ويتفضل معايا المادة الدهنية. في الحالة دي هطلع الكبد مع القلوب، ومكان ما شلت الكبد وبنفس المادة الدهنية هنزل بالبطاطس المتقطعة مكعبات. وخلي بالكم انا ما سويتش الكبدة، يا دوب بس نزلت السوائل ونشفت شلتها على طول، يعني هي لسه ما استوتش. ودلوقتي بقى هشوح البطاطس في نفس المادة الدهنية ومطرح الكبدة، بيديني طعم حلو جدا للبطاطس. وبعد ما شوحتها هشيلها، يعني مش هحمرها ولا هخليها تاخد اي تحميرة خالص ولا اي لون. هشيلها احطها في بولة، وفي نفس المادة الدهنية ما حطيتش اي حاجة تاني هنزل بالقوانص بالبصل بتاعها. وهنا هسوي القوانص كتير شويه اكتر من الكبد من البطاطس، يعني هقلب فيها كتير قوي لغايه ما هتاخد لون. وكمان هحط عليها نص كوبايه ميه لغايه ما تنشف، يعني انا محتاجه القوانص تستوى، مش زي الكبده حمرتها بس او شوحتها بس. حطيت بقى عليها النص ميه دي وهسيبها تنشف، وهغطيها وههدي عليها النار وهسيبها الميه اللي فيها تنشف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما تبقاش معايا غير المادة الدهنية. في الحالة دي بقى هنزل بالبصل المكعبات على القوانص وهقلب فيها شوحه، وبعدين هنزل بالثوم هقلب فيها بقى شوية كويسين لغاية البصل كده ما يدبل شوية، وهنزل ساعتها بالفلفل الألوان. هقلب تقلبتين وهنزل بالفلفل السبايسي، ده اختياري، مش حابة تحطيه تقدري تستغني عنه. وبعد لما المكونات دي اخد تشويحة كده مع بعض هنزل بقى بالكبد. هقلب كده كل المكونات دي بقى مع بعض دقيقة كده عشان ياخدوا من طعم بعض. وبعدين هنزل بالبطاطس، هشوح بقى كده كل المكونات دي مع بعض. وبعد كده هنزل برشة من البقدونس المفروم. هحط بقى شوية مية، طبعا كل مكون من المكونات دي ما اخدش سوا كامل، علشان كده القوانص ما فيش مشكلة انها تستوى شوية زيادة، لكن برضو ما سويتهاش سوا كامل. يعني الكبدة شوحتها بس، كل مكون من المكونات اديته تشويحة بس. دلوقتي بقى هنزل بالبهارات: فلفل اسود وملح وبابريكا، وبهارات الطواجن هي البهارات ال7، وكمان كزبرة وبابريكا
وكمان هحط شويه من دبس الرمان، حوالي معلقتين كبار. دي بجد طعمها حلو جدا بالمكونات اللي استخدمتها في الوصفه، هتطلع لك الوصفه دي تحفه جدا. تقدري تشتري الكبد والقوانص او تقدري تحوشيها، كل لما تجيبي فراخ تشيلي الكبد والقوانص بتاعتها، هتتوفر لك في الاخر كيس كبد وكيس من القوانص. وخاصة للي بيخلوا الفراخ في البيت ما بيشتروهاش مخلية جاهزة، بتقدري تستفيدي بكل جزء من الفرخة. يعني مثلا تقدري تسيبي الأجنحة بتعملي بيها سبايسي وينجز، الكبد والقوانص بتعملي بيها وصفة زي اللي وريتها لكم النهاردة دي. حتى العظم اللي بيتبقى منها تقدري تعملي منه شوربة للوصفات اللي انت بتعمليها. هاتي بقى صينية، او لو عندك طاجن او برام تقدري تحطي فيه المكونات دي. انا حطيته كده في صينية. بعد كده بقى هدخلها الفرن، احط عليها قطعة سمنة في الاول على الوش من فوق، وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 190 ل 200، يكون متسخن قبلها بحوالي 10 دقايق. وبعد كده بعد ما تستوى، هي هتاخد سوا بسيط جدا، يعني تغلي غلوتين كده او حاجة، ونلاقي كل المكونات استوت. ساعتها بقى هولع عليها الشواية وهنشوفها مع بعض لما تخرج. طلعت الطاجن او الصينيه كده خلاص، خلصت معايا وبقت بالشكل التحفه اللي احنا شايفينه ده. طعمها مش قادره اقول لكم حلو قد ايه، وخاصه وهي في الفرن مطلعه ريحه تحفه جدا. يعني لو جربتوا الوصفه دي مش هتكون اخر مره، هتعملوها كتير قوي. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع سفرة ايدي. سلام عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده.